السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أحلى جمهور، محشيكي بيعجن منك، محشيكي ما بيطلعش مظبوط، بيطلع كوسة بايظة منك أو البتنجان، نفسك يطلع معاكي الصباع زي ما انت شايفاه كده هوت، صباع البتنجان أو الكوسة أو الكرنب، نفسك يطلعوا معاكي ويشرفك قدام أي حد، يبقى لازم تمشي معايا بكل خطوة وكل تكة. عايزة اقولك والله حاجة جامدة جدا. بصي صباع الكوسة مفيش رزاية ومفيش اي حاجة قصادك، والله امشي معايا بخطواتها هتنجحي في عمايل المحشي المصري، لان اساسنا هو المحشي يا جماعة، صيف وشتاء ما بنملش منه، والحمد لله والله الحمد، يعني دايما بيبقى ناجح معانا. وبص الصباع ماسك نفسه اهوت، ولا في رزاية في الصباع بره ولا اي حاجة، ان يضيف جالك حد جالك لازما اكلك يشرفك قدام اي حد يجيلك، قدام اهلك، قدام جوزك، قدام عيالك. ولا شوية الشوربة الصافيين دولت، عايزة تعرفي مع يعني الشوربة بتتعمل ازاي؟ اكتبي لي او انزلك فيديو ليها ان شاء الله. هنجيب حلة ونسمي بسم الله، ونحط فيها الزيت بتاعنا، عايزه تحطي معلقه سمنه حطي، عايزه تحطي اي ماده دهنيه تحطي معاها بيديها طعم بردك. هنحط معانا البصله. انا المحشي بتاعي بعمله ني في ني. يعني ايه ني في ني؟ يعني ما بحمرش البصله بتاعتي. ليه؟ عشان الصباع ما يبقاش تقيل على معدتك. تمام. وبغسل الخضره بتاعتي قبل ما بخرطها، عشان الخضار بتاعها ما يطلعش في الميه. تمام كده. وبقطع الكرنبه دي، النصبه بقى اللي اتنصب عليا فيها يا جماعه الكرنبايه. اتنصب عليا في ايه؟ انا بقول للراجل الكرنبايه ديت مزرعه او فيها عيال من جوه، قال لي لا دي الكرنبايه، وهتاخدي كرنبايه ايه جامده جدا، وهتاخدي منها ورق ياما ورق. انا عايزه اقول لكم الكرنبايه ديت مليانه عيال. يعني ايه عيال؟ يعني مزرعه من جوه. تمام زي ما انت شايفه في ايدي كده. عايزه اقول لك كل ما اقطع تقطيعه، يمكن الكرومبه ما طلعش مني حاجه الا بتاع حله وشويه صغيرين بس، يعني المفروض تطلع مني كبيره. فما تتغروش في الحاجه الكبيره، هاتي الكرومبايه تبقى وسط. تمام. هنحط الحله بتاعتنا ونحط فيها ميه وتستنى لما تغلى، ونحط معلقه ملح، وبعد كده ننزل ورقة ورقة، نستنى لما تدبل. تمام كده. ونقطعها وخلاص. تاني حاجة الرز بتاعنا لازم نغسله ونصفيه حلو قوي زي ما انت شايفاه كده، يعني مش ماسك في بعضه. وهنحط معلقة سكر ومعلقة نعناع صغيرة. بحط معلقة سكر ومعلقة نعناع صغيرة، بس مش هيبانوا معاك يا جماعة. وهنحط حبة كمون كزبرة، والملح نحيقه طبعا بتاعنا. عايزة تحطي شطة حطي، دي حرية شخصية ليكي. تمام. وفلفل اسمر وكده، وبنقلب الكلام الحلو ده كله مع بعضه. انا ما بحبش احط التوابل بتاعتي في قلب المحشي في الصلصه، عشان ما تطرش مني وتحس بطعمها في قلب الاكل. تمام. وهننزل بقى بالصلصه بتاعتنا واحده واحده. ليه واحده واحده يا هبه؟ علشان الصلصه بتاعتنا ما تخليش الرز عايم فيه او الرز يعجن. الصلصه لما تكون مظبوطه وتيجي تسقي الشوربه بتاعتك هتلاقيه مفلفل زي ما انت شفتيه كده اهوت في اول الفيديو. تمام. وتفضلي تقلبي تقلبي كده. محتاج صلصة تاني؟ بصي هندلق شوية حلوين تاني علشان الرزاية تبقى ماسكة نفسها وتبقى شكلها حلو كده. احنا خلاص جاهزين على الحشو بتاعنا. مش هنملي صباع الكرنب، معلش ما حطيتلوش برضو وانا بحشي. عايزين تعرفوا وانا بحشي قولولي ازاي بتحشي صباع الكرنب عشان يطلع معاكي مظبوط كده وما يطلعش رز براه. تمام. وادي الحله قصادكم ما فيهاش ولا رزايه، وحطيت كام صباع يعني كام قرن فلفل، عفوا كام قرن فلفل، علشان يدي طعم اكتر ويدي كده ريحة لحلة المحشي بتاعتنا. تمام. مش هنملى شوربة للاخر او مرقة او اللي انت عايزة صلصة، مش هنملى للاخر قبل الصباع الاخراني. وما بحطش غطا والله في قلب حلة المحشي، لا. بس ما تمليش المحشي للاخر وتقولي لا ده بيدلدق، لا ده بيعمل، لا. امشي معايا بخطواتها، هيبقى محشي والله ما هتبطلي تعمليه، وهيبقى ناجح معاكي على طول. لان في ناس كتير كلمتني بتقولي احنا ما بنعرفش نحشي المحشي، المحشي معناه بيطلع معجن، بيطلع بايظ، الكوسه بتطلع بايظه. لا، ادي الكوسه اهي انا حشيتها. بصوا انا مش ملياها قوي اهي، عقلتين والله سايباها في كل صباع، لاني الرز هيطلع لفوق. تمام. وهيستوي. فعشان يبقى رزاية برزيتها لازم تعملي الحركة ديت. والشوربة او المرقة او النوع اللي انت هتحطيه المحشي بتاعك يستوي برضو عقلتين من تحت. يعني الكوساية انت هتشوفي بنفسك انا حاطالك قد ايه، يعني مش مالية الكوساية قوي، لان المحشي الكوسة مادات الياف كده كده اوريدي بتنزل مية.
بتنزل عصارة يا جماعة، بتنزل مية في قلب الحاجة بتاعتها، فانتي في معادلة. فما تمليش الحاجة بتاعتك مية قوي او شوربة قوي عشان ما تبص منك. تمام، انا اهو عملتها خلاص، مش هحط يعني مش عامل حاجة تاني. بصي انا غطيت ايه، اول حاجة من تحت بس، وهتتحط كله هيتحط على نار عالية. بعد كده اول ما تلاقوا الحاجة غليت توطوا عليها زي شمع او دمعة العين، علشان المحشي بتاعك يستوي من تحت ومن فوق وما يشطش. تمام، وبالصحة والهنا على قلبكم، وما تنسونوش في اللايك والشير يا جماعة، والسلام ختام سلام.